بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نعمل ميداليه من المعدن، ازاي نستخدم قطع المعدن المناسبه اللي احنا نقدر نعملها ميداليه ويبقى شكلها كويس ونستخدمها كميداليه. ايه هي الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها او اللي احنا نحتاجها عشان نعمل ميداليه؟ اول حاجه هنحتاج القطعه بتاعه الميداليه اللي هي بتبقى بالشكل ده، اللي هي بيبقى حلقه ونازل منها قطعه من الحلقات بالشكل ده، حلقه كبيره ديت اللي هي القطعه بتاع الميداليه. تقريبا القطعه دي عامله جنيه، ده الشكل الفضي، وطبعا في منها الشكل اللي هو الذهبي، والذهبي بيكون اغلى تقريبا بجنيه ونص اللي هي الذهبي. تمام. وهنحتاج جزء شكل نقدر ان احنا نستخدمه كميداليه كالشكل ده كده مثلا، ده ينفع برضو ان احنا نستخدمه ميداليه. وهنستخدم معانا الزرد. تمام. طبعا هي الفكره بتاعتها سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنثبت القطعه دي في القطعه بتاع الميداليه باستخدام الايه الزرد، باستخدام الزرد، ما فيهاش اي حاجه. بس انا حبيت اوريكم بعض الافكار اللي احنا ازاي نستخدم قطع معدن تانية برضو غير القطعه دي ونختارها واحنا بنشتري المعدن من الاول، ان احنا نستخدم القطعه دي كميداليه. ايه هي القطعه اللي ممكن تناسب الميداليه في المعدن؟ فانا هوريكم برضو بعض الاشكال من المعدن اللي احنا ممكن نستخدمها كميداليه. طب الجزء ده الاول احنا عايزين نعمل الجزء ده، هعمله معاكم برضو الاول. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب زرده. تمام. هنجيب زرده من الزرد. تمام. وهنبدا ان احنا نفتح الزرده. تمام. هنفتح الزرده. تمام. بعد كده هنستخدم الجزء بتاع الميداليه في الزرده، وهنحط الجزء التاني بمنتهى البساطه، مفيهاش اي حاجه خالص كده. تمام. وبعد كده هنقفل الزرده. تمام. بقت كده معانا ان هي بقت ميداليه. تمام. بالشكل ده. تمام. بقت ميداليه بالشكل ده. فهي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. اهم حاجه ان احنا ازاي نختار القطعه اللي هي بتبقى تحت دي، بحيث ان هي يبقى شكلها كويس لما نعملها ميداليه وتبقى مناسبه، وتبقى ان هي قطعه كميداليه تبقى تقيله شويه او ان هي مش خفيفه. تمام. في بعض الاشكال برضو المعدن اللي هي موجوده، ممكن اوريها لكم برضو. دي بعض الاشكال اللي انا عملتها او اللي هي موجوده برضو عندي. ده مثلا شكل اللي هو معمول من المعدن. القطعه دي برضو بتبقى بنشتريها قطعه كبيره شويه او تقيله شويه بحيث ان احنا نستخدمها ميداليه. ده شكل برضو. تمام. في شكل برضو تاني اللي هو الشكل ده اللي انا كنت وريته لكم برضو في فيديو المشتريات. برضو احنا بنجيب القطعه دي، بتبقى قطعه كبيره وبتبقى من تحت فيها فتحات كده، ممكن ان احنا نحط فيها القطع الكريستال ده ونستخدمها كميداليه. فهي ممكن تنفع ان هي دلايه وممكن تنفع ان هي ميداليه. تمام. ممكن برضو نستخدم الشكل اللي هو ده. الشكل ده ممكن ان احنا بنستخدمه برضو يعني كشكل للميداليه، برضو ينفع لان هو شكله كويس. فنحط فيه من تحت، ممكن نحط فيه قطعه معدن صغيره او ممكن نحط فيه قطعه من الكريستال الصغير اللي هو الكريستال اللي قلت لكم ان احنا بنعمله ميكس يبقى عندنا كده بحيث ان احنا نستخدمه. ده انا كنت وريته لكم قبل كده برضو، اللي هو بيبقى موجود كده ميكس، ده احنا بنستخدم جميع الالوان فيه بحيث ان احنا نحطه في اي شكل. وممكن نحط برضو اللي هو الشكل الاكبر شويه اللي هو اللي احنا استخدمناه في القطعه دي، اللي هو بيبقى على شكل اللي هو الكمثرى. تمام. وممكن برضو اللي هو الجزء التاني اللي هو الجزء العادي بتاعنا اللي هو الشكل ده، اللي هو ده معمول برضو مسمار على طول بحيث ان احنا نستخدمه في ميداليه او نستخدمه في اي شغل السبحه، او ممكن نستخدمه في دلايه. تمام. ده بنعمل جميع المقاسات، وتبقى عندنا مقاس 10 ومقاس 8 او المقاس الصغير خالص بيبقى موجود في المسمار، واحنا نثبته على طول. فممكن نثبته في الدلايه دي. تمام. زي الشكل اللي انا قلت لكم ده. تمام. فهي كلها بقى يعني احنا اهم حاجه واحنا نشتري قطعه المعدن اللي تبقى تقيله وكبيره وتناسب الميداليه، زي الشكل ده كده برضو. تمام. دي كلها اشكال ممكن احنا نستخدمها ميداليه. طب ممكن برضو شكل زي الشكل ده برضو في قطعنا على السيل معا. تمام. ممكن تبقى هي ميداليه شكلها كويس، فاحنا بنختارها من الاول تنفع ان هي الشكل بتاعها يبقى ميداليه كويس. وطبعا تبقى قطعه المعدن فيها تقل، يعني تبقى تقيله شويه عشان ما تبقاش خفيفه قوي.
تمام. فده طبعا برضو شكل تاني. في برضو شكل كده يعني شكل كويس برضو، اللي هي شكل الفراشة. تمام. ونحط فيها من تحت كريستالة كده بالشكل ده، تدينا شكل الفراشة ده برضو، تنفع ان هي تبقى ميدالية كويسة. تمام. ممكن نستخدم اشكال تانية كتير، ده طبعا دي كلها اشكال كانت موجودة عندي او ان انا عاملاها تنفع ميدالية. تمام. كلها من الشكل ده بتبقى كويسة كميدالية، ووريت لكم كذا شكل ازاي يبقى عندنا الشكل اللي ينفع ميدالية، وازاي بنستخدم الكريستال الصغير والكريستال الكبير. طبعا ده معمول في مسامير، ونركب في المسمار من المسمار في الجزء المفتوح ده على طول من غير اي زرد، بنستخدمه مباشر كده. لو احنا عايزين نحط زرد صغير ممكن، بس من غير زرد بيبقى شكله احلى. تمام. ممكن نستخدم الاجزاء الذهبي الكبيره لو احنا عايزين برضو اجزاء ذهبي ثانيه. تمام. ممكن نستخدم اجزاء ذهبي زي الجزء ده كده، ممكن ان احنا نستخدمه. تبارك الله، دي ممكن نستخدمها ميداليه برضو تنفع. تمام. طبعا احنا في الجزء ده احنا هنجيب لها جزء الميداليه بيبقى ذهبي. تمام. عشان يمشي معاها، فطبعا الجزء ده برضو ينفع ان احنا نستخدمه ميداليه. ممكن نجيب الجزء اللي هو الفضي بتاعه، برضو الفضي بتاعه نستخدمه كميداليه برضو، ان احنا بنحطه على طول بزردة في الجزء بتاع الميداليه على طول، فده ينفع. فانا حبيت اوريكم بعض الاشكال من المعدن اللي احنا ممكن نستخدمها كميداليه. برضو في الجزء ده برضو الجزء ده بيبقى تقيل وكويس، وينفع ان احنا نستخدمه ميداليه. تمام. ده برضو كويس. فاحنا برضو بنجيب الجزء الذهبي وبزردة نبدأ نشغلها فيها على طول. تمام. ده برضو نفس الشكل، وتبارك الله، واي شكل كبير ينفع نستخدمه كميدالية. تمام. دي بعض الافكار اللي انا حبيت اوريها لكم النهارده، ازاي نستخدم الاجزاء من المعدن اللي احنا نعملها ميدالية، وازاي نعمل الميدالية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ازاي نستخدم الكريستال مع قطع المعدن اللي هي ممكن يكون فيها فتحات زي الجزء ده، ازاي نستخدمها. طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة. حبيت اوريها لكم واوضحها لكم. طريقة ما فيهاش اي حاجة خالص. ده بعض الاشكال اللي احنا ممكن نستخدمها من الميدالية، طريقة سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش حاجة. تمام. وده برضو جزء من شكل تاني للميدالية. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. هو طبعا بسيط وما فيهوش اي فكره، يعني يعتبر مبسط جدا. هو بس بيوضح بعض الاشكال من الميداليه، او بعض اشكال المعدن اللي احنا ممكن نستخدمها كميداليه. برضو الاسعار ارتفعت جدا. المعدن دلوقتي وصل ل 450 بعد ما كان ب 400 و 420. الاسعار ارتفعت جدا حتى في المعدن. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو واستفدتم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.